مغرب مغرب على مغرب. السلام عليكم ورحمة الله. صراحة الله الخوت، هذه هي الموسيقى المناسبة لهاد لا جرينتا اللي قاموا بها ليلة أمس المنتخب المغربي. قناة اختصاصها الفنون القتالية، لكن لا يمكن ألا نتكلم على إنجاز الأمس وما قدمه اللاعبين والمدرب والجماهير المغربية إضافة إلى الجماهير المكسيكية. ولا يجب أبدا أن ننسى الرئيس القجع. صراحة ليلة ملحمية بكل المقاييس، إلا ابراهيم دياز ما دخلش معنا في الماتش كانه لاعب اخر. ملي دخل جاسم مكانه عاد تحرك اللعب اكثر، وكنتمنى في المباراه المقبله ان شاء الله يبدا جاسم رسمي وفي الدقيقه 70 يدخل ابراهيم دياز. هذا هو رايي فيما يتعلق بابراهيم دياز. وفي هذا المقطع ان شاء الله غادي نشرحوا بعض الاشياء اللي كانت غريبه على الشعب المغربي، مثلا علاش الجمهور المكسيكي كان كيحتفل مع الجمهور المغربي، وسنتكلم ونرى ايضا ما حصل مع الجمهور المغربي في هولندا. لذلك اليوم ان شاء الله وبهذه المناسبه ساخصص هذا المقطع لكرة القدم، لأني طبيعة الحال مغربي وهذا الإنجاز قد أفرحني. في البداية كان يراج بأن منتخب هولندا سوف يستحوذ على المغرب ويقصيه بعدة أهداف، لكن ما حصل اليوم هو شيء أسطوري صراحة. المغرب استحوذ على الكرة 70%، أما منتخب هولندا فقد استحوذ على الكرة فقط 30%، يعني سيطرة شاسعة للمنتخب المغربي. لكن هناك قطعتين ناقصة، مكان الزلزولي ومكان إبراهيم دياز، فيهم بعض المشاكل، لكن ما شاء الله لدينا مدرب ذكي ورهيب قام بتسليك الوضع مع بلال الخنوس والطرف الآخر جاسم، إضافة إلى الاحتياطي الطالبي قدم مستوى كبير، وغالبا هو الآخر سيفاجئنا في المباراة القادمة إن شاء الله. ولا يجب أبدا أن ننسى خدمات العناوي والحاجة المزراوي. صراحة الأخير كان مجنون في الدفاع، لم يترك الفرصة أبدا لمهاجمي وأجنحة هولندا. ولا يمكن أيضا أن ننسى أبدا الخدمة الكبيرة التي قدمها لنا ديوب، والذي عدل النتيجة في آخر دقيقة. الكثيرون شككوا في ديوب وقالوا عنه متخاذل، لكن رأسيته كانت قاتلة أمام هولندا. سيباري وأشرف حكيمي تقاتلوا معنا أيضا بكل ما يملكون من طاقة، لكن نتمنى مستقبلا أن يلعبوا بتناسق أكثر ويعطوا الكرة لبعض كلما سمحت لهم الفرصة. وأظن أنه أكثر هجمة أثرت علينا وهي الفرصة التي أضاعها رحيمي. صراحة لكي تخرج بتلك الطريقة ليس بالأمر الهين، لكن لنكن منصفين، حارس هولندا قد تعملق في هذه اللحظة، ورحيمي قام بعمل ممتاز، إلا أن الحظ لم يكن معه. وبالنسبة لي نجم الليلة هو ياسين بونو. لكي تسد الركلات وتلعب في عقلية المسددين يجب عليك أن تكون ياسين بونو. الأخير قام بعمل جبار. وخلاصة الكلام، الفريق كامل كان يد واحدة، وهذا ما نريده في المباريات المقبلة إن شاء الله. المباراة انتهت بركلات الترجيح وفاز المنتخب المغربي. وهكذا كانت الفرحة في شوارع المغرب. وحتى الرئيس القجع كانت له فرحة هستيرية، وقد حمله إبراهيم دياز. اللاعبين أيضا كانوا في قمة السعادة. ومعظمهم قالوا بأن هذا الفوز فضل من الله. ولم نكن الوحيدين الفرحين في المكسيك، بل حتى الشعب المكسيكي شاركنا الفرحة وخرجوا معنا للشارع.
الكثيرون تساءلوا ما علاقة المكسيك بالمغرب ولما خرجوا ليحتفلوا معنا، فكل شيء بدأ من المؤتمر الصحفي الأول، حيث حاول صحفي مكسيكي أن يسأل أشرف حكيمي بالمكسيكية، فحاول أحد المنظمين أن يوقف ذلك الصحفي وقال له يجب عليك أن تتكلم الفرنسية أو الإنجليزية، ليرد عليه أشرف حكيمي بكل دهاء وقال له اتركه يتكلم بالطريقة التي يريدها، فأنا أجيد الإسبانية وأحب الشعب المكسيكي. Hakimi, mañana pasamos tu partido en México. ¿Cuál es? Excuse me. You can only answer questions in the language that you said, so no Spanish questions. It's okay. I understand. No, but we... Transmitimos en México tu partido mañana. Tienes muchos aficionados en México. It's really proud to have some fans from your country. I love your country. I be there already. هذه الكلمات من أشرف حكيمي جعلت الشعب المكسيكي كاملا يعشق أشرف حكيمي والمنتخب المغربي. صراحة لدينا كابيتانو رهيب ويستحق كل ما وصل له من شهرة، ولكن وفي ظل كل هذه الاحتفالات الجماهير المغربية في هولندا عندما خرجوا للاحتفال وجدوا الشرطة بانتظارهم وقد تعاملوا معهم بشكل سيء. صراحة مشاهد صادمة من هولندا لم نعهدها عليهم أبدا، فكما معلوم كل أبطال المغرب في الكيك بوكسين فهم متخرجون من مدارس هولندا، ونتمنى مستقبلا ألا تكون هناك ضغينة بسبب هذا الانتصار، فهي في النهاية مجرد كرة منفوخة نستمتع بها جميعا. أما تنقلب سياسيا بهذا الشكل فهو أمر ليس بالجيد أبدا. المهم يا شباب، مبروك الفوز للمنتخب المغربي مرة أخرى، ونتمنى أن يستمر الفريق بنفس الروح وبنفس لاغرينتا، ولا يجب عليهم أبدا أن يستخفوا بكندا، ونتمنى أن ننتقم من فرنسا. لكن المجموعة الأخرى تعرف سبات كبير وفروق جد ضعيفة، يعني القرعة لم تكن منصفة، إلا أنه لا بأس، فنحن مستمرين إلى النهاية إن شاء الله. ولعلمكم يا شباب لدي قناة خاصة بكرة القدم، وأحاول أن أضع مقطع من فترة لأخرى، لذلك إن رغبتم أن تروا مثل هذا المحتوى أن تشتركوا في القناة، سوف تجدوا الرابط في أول تعليق مثبت. وهذا ما عندي في هذا المقطع، كان معكم أخوكم محمد المحسني من قناتكم توري، والسلام عليكم ورحمة الله. بداية وكما معلوم نظمت منظمة الجلوري بطولة على الوزن الثقيل الخفيف، وفيها شاركوا أقوى 8 مقاتلين في هذه الفئة، من بينهم البطل السابق باخيتوف، وأيضا البطل الذي فاز بهذه الجائزة سابقا مايكل بيوبيا، والبطل السورينامي ويس الذي توج سنة 2022 ودافع عن لقبه 5 مرات، وأكثر مقاتل جنونا ووحشية بينهم وهو الأذربيجاني بهرام، وأيضا الوحش التركي كاسيرس المعروف بصلابته الدفاعية ولكماته المتقنة. المهم كل مقاتل في هذه المجموعة لديه إمكانيات تميزه، والمغربي التشاصي يمتلك قدرة كبيرة على التحمل ودائم الاندفاع إلى خصومه، واشتهر أيضا بأنه خليفة بدر هاري. وصراحة أعتقد بأنني أول شخص تكلم عن هذا المقاتل وأعطيته هذا الوصف، لأنه حقا يشبه بدر هاري أكثر من بدر هاري نفسه، وله نفس تحركات بدر هاري في الحلبة، وقد أنهى عدة خصوم بالضربة القاضية.